اهلا بيكم واخباركم ايه وحلقه كده جديده مع الفانتسي مع كابتن نونو موسم 22 23. نتمنى تكون الحلقه اللي فاتت بتاعت الوايلد كارد معلش كانت طويله شويه ودسمه يعني فيها تفاصيل كتير. بس حبينا يعني ناخد الموضوع ونحلله من كل الجوانب كامانه كده مع اصدقائنا عشان نقدر نسهل عليهم على قد ما نقدر. حلقه النهارده برضه حلقه اسهل، حلقه كده نوعدكم انها تبقى اقصر شويه. هي حلقة كده برضو توقعات الكمبيوتر بس للأسبوع ال27 بس زي ما احنا متعودين. قبل ما نخش في الحلقة خلينا كده نفكركم برضو بالديدلاين بتاع الأسبوع ال27. هيبقى يوم السبت الجاي 11 مارس الساعة 1 الظهر بتوقيت القاهرة. أول ماتش هيبقى الساعة 2 ونص الظهر ما بين بورموث وليفربول. وقبل ما نخش بقى على التوقعات طبعا خلينا كده ندردش كده حاجة بسيطة كده، حاجة من على الوش يعني. أوعدكم يعني من غير تفاصيل كتير. بالنسبة للمعضلة بتاعة الكابتنة للأسبوع ال 27. طب معضلة ليه؟ لأن فعلا في خيارات كتيرة قوي ده من ناحية، ومن ناحية تانية في خيارات سواء عندها ماتش واحد بس زي مثلا صلاح أو كين، أو خيارات تانية كويسة عندها ماتشين زي برينفورد أو برايتون. فبالتالي يعني طبعا معضلة خيارات كتيرة. طب هنكابتن حد عنده ماتش ولا هنكابتن حد عنده ماتشين؟ بالنسبة لي كده باختصار، لو انت بصيت على الناس اللي عندها ماتش واحد وممكن تفكر ان انت تكابتن حد منهم، وهنقي لك حد منهم بس لو عندك انت ممكن تفكر ان انت تكابتنه. يعني بالترتيب كده عندك محمد صلاح وهيلعبوا بورموث اوي، وخلي بالك ان محمد صلاح لعب 7 ماتشات قدام بورموث جاب فيهم 8 تجوان واسيست. طبعا يعني احبطنا جدا في الماتش بتاع الدور الاول لو تفتكروا على ارض ليفربول لما جابوا 9-0 محمد صلاح ما جابش فيهم ولا جون. تخيل لما ليفربول يجيب في فرقة 9 تجوان، محمد صلاح ساعتها نشف فريقنا يا جماعة وما جابش ولا جون خالص من ال9 تجوان. المهم زي ما احنا بنقول الريكورد بتاعه كويس، الفرقة كده ابتدت ترجع تاني. محمد صلاح خلاص كسر الريكورد التاريخي بتاع روبي فاولر مع ليفربول في ماتش مانشستر يونايتد اللي فات. وخليني اقول لك كده كام ملحوظة على دفاع بورموث، ان هم من اكتر الفرق ما كانتش اكتر فرقة بيتشاط عليها او بيتعمل عليها تشانسز كونسيدد كتسديدات. يعني اعلى فرقه بيتعمل عليها تسديدات، اعلى فرقه بيتعمل عليها تسديدات من داخل منطقه الجزاء، اعلى فرقه بيتعمل عليها تسديدات اون تارجت. الحاجه التانيه المهمه جدا ان هم اكتر فرقه دخل فيهم تجوان على مستوى الدوري 51 جون لغايه دلوقتي. وحاجه اهم من كل ده هي قصه ان هم تاني او في الترتيب التاني او في المركز ال 19 يعني قبل الاخير في عدد الهجمات اللي بتتخلق عليهم المرمى المنافس من ناحية الشمال بتاعت بورموث، اللي هي اليمين بتاعت ليفربول. ايوه اللي فيها محمد صلاح قدام وترينت الكسندر ارنولد ورا. فكل ده بيحمس او بيدي منطق ان انت ممكن لو انت عندك متحمس ان انت تكابتن حد زي صلاح او حد عنده ماتش واحد، يبقى من اعلى الخيارات او اعلى الاختيارات المنطقية لو احنا رتبناهم كده سواء راشفورد او كين او ساكا. يعني ساكا هيلعب فولهام، راشفورد هيلعب ساوثهامبتون، كين هيلعب نوتنجهام فورست، صلاح هيلعب بورموث. انا بالنسبه لي لو بتفكر تكابتن حد من ايه الخيارات دي اللي عندهم ماتش واحد، اعتقد صلاح هو اقدر واحد او اكتر اختيار منطقي ممكن تكابتنه. طيب على الجانب الاخر بقى ايه الفرق او اللعيبه اللي ممكن تكابتنها او تفكر فيها كخيارات كابتنه اللي عندهم ماتشين او دبل جيم ويك في الاسبوع ال 27؟ زي ما احنا عارفين دبل جيم ويك لاربع فرق هم كريستال بالاس، ساوثهامبتون، برايتون وبرنفورد. وهنركز هنا على برايتون وبرنفورد. بالنسبه لبرايتون وطبعا هنشوف حتى توقعات الكمبيوتر جايباه اعلى لعيب في فريق برايتون اللي هو ممكن توقعات الكمبيوتر بتقول ان هو ممكن يجيب نقط، وهو مارش من برايتون. لان برضو خلي بالك ان هم هيلعبوا فرقتين، هيلعبوا برايتون هيلعب في الاسبوع ال 27 في الدبل جيم ويك هيلعب مع ليدز وهيلعب مع كريستال بالاس. والفرقتين هم اكتر فرقتين او اكتر اعلى فرقتين حصل عليهم او اتخلق عليهم هجمات من ناحية الشمال بتاعتهم اللي هي اليمين بتاعت برايتون اللي فيها سولي مارش من برايتون. وتاني حاجة خلي بالك ان برضو مارش قدام كريستال بالاس في الدور الاولاني جاب 10 نقط. فبالتالي مارش من برايتون، ممكن حد يقول لك ميتوما، ممكن حد يقول لك ماكاليستر، ممكن طبعا كل دول، لكن احنا بنتكلم كاحصائيات او توقعات مارش في المركز الاول او في المرتبة الاولى بالنسبة لفريق برايتون.
تاني حد معانا او يعني واحنا فكرنا في حد من فريق برينفورد، خلي بالك ان برينفورد برضو سلاح ذو حدين، يعني ماتشاتهم تبان سهله على الورق، هيلعبوا ايفرتون اواي وساوثهامبتون اواي. وساوثهامبتون من الفرق الضعيفه، لكن مؤخرا دفاعهم اتحسن او نتائجهم اتحسنت، كاسبين اخر ماتشين من اخر ثلاثه او ماتشين من اخر ثلاثه مع المدرب الجديد، ودفاعيا الى حد ما عندهم مردود كويس او احسن بكتير من الاول. والحاجه التانيه كمان هيلعبوا ايفرتون الى حد ما هيلعب على ارضه، بيبقى متحفظ، عارفين شون دايس المدرب الجديد بتاعهم بيلعب ازاي. لكن خليني اقول لك ان ايفرتون من اكتر الفرق اللي هي بيتعمل عليها بيج تشانسز كونسيفد، يعني بيتخلى عليها فرص كبيره، وفي نفس الوقت اكتر الفرق اللي بيتعمل عليها تسديدات من داخل منطقه الجزاء. وبرنفورد من اعلى الفرق اللي بتعمل تسديدات منطقه الجزاء او بتعمل محاولات من الجنبين، اللي من خلالها بتتحول الفرص دي من سيت بيسز. فبالتالي لو احنا فكرنا في حد من برنتفورد، هتلاقي توني هو اقدر واحد، نظرا لانه عنده ميزه في الصراعات الهوائيه، يعني ممكن يجيب اجوان من سيت بيسز، وفي نفس الوقت نظرا ان هو من اعلى اللعيبه في فريق برينفورد اللي هو بيعمل تسديدات من داخل منطقه الجزاء. غير طبعا ان هو مع البنالتيز، يعني حتى لو هو مش في مستواه ممكن يخطف لك تسديده كده، او حتى يجي بنالتي اللي هو يلعبه. وبالمناسبه الماتش ده ممكن يبقى ماتش كويس قوي للناس اللي جايبه هنري، نظرا تاني لان ايفرتون من اقل الفرق او من اكتر الفرق بتعملها هجمات من الفلانكس او من الجنبين. فطبعا عندنا هنري بيلعب كده كده وينجر باك، وكنا اتكلمنا قبل كده على فريق برنتفورد وازاي ان هو بيلعب على الاواي بوينجر باك سيستم. فبالتالي هتلاقي الباك اللي بيطلع قدام او البنجر باك هنري من ناحيه الشمال، والراجل التاني من ناحيه اليمين. دي كلها برضو فرص كويسه من فريق برنتفورد للي عايز يكابتن حد من برنتفورد. وطبعا توني هو التاليزمن، بالذات ان هو الاكس جي بتاعه او الاكس جي اي او الاكسبكتد جول انفولمنت او معدل الاهداف او التدخل في الاهداف، هو مساهم سواء بطريقه مباشره او غير مباشره في 51% من اهداف برنتفورد الموسم ده. على عكس مثلا لو انت فكرت في حد من برايتون، سواء مارش او ميتوما او ماكاليستر، كلهم هتلاقيهم في رينج ال 20%. فده بيخلينا دايما احنا بنحاول نطمن اكتر او الامان اكتر لحد اللي هو بيسموه التاليزمان كده، او ان انت لما تفكر في فريق بتفكر في لعيب واحد زي هالاند مثلا من مانشستر سيتي او صلاح من ليفربول، هم اللي يقدروا يخلصوا في اي ماتش، او انت تعتمد عليهم وتريح دماغك من القصه دي. نخش بقى على توقعات الكمبيوتر للاسبوع ال 27. على الجانب الدفاعي، اكتر فرقه متوقع ان هي تجيب كلين شيتس في الاسبوع ال 27، وطبعا منطقي ان احنا هنلاقي الفرق اللي عندها وبالذات برايتون وبرنتفورد كون ان هم عندهم دبل جيم ويك، وفي نفس الوقت بيقدموا مستوى او مردود كويس بالذات على الجانب الهجومي وكمان على الجانب الدفاعي. فاحنا بنتكلم هنا على توقعات الكمبيوتر للفرق على مستوى الكلين شيتس. عندنا برايتون، بعد كده برنتفورد، نيوكاسل، مانشستر سيتي، توتنهام ومانشستر يونايتد. على مستوى الهجوم اكتر فرقه متوقع ان هي تجيب اهداف برضو برايتون، برنتفورد، ساوثهامبتون، مانشستر يونايتد، توتنهام، ليفربول، مانشستر سيتي ونيوكاسل. على مستوى الاوفرول بوينتس عندنا برايتون، برنتفورد، ساوثهامبتون، توتنهام، مانشستر يونايتد، مانشستر سيتي، نيوكاسل وليفربول. طبعا على مستوى اللعيبه من كل خط، على مستوى حراسه المرمى عندنا سانشيز من برايتون، رايا، بازونو من ساوثهامبتون، جوايتا، ستيل من برايتون، وبوب من نيوكاسل. على مستوى الدفاع عندنا فيلتمان، دانك، ستوبنن، الثلاثي بتاع برايتون، وبعد كده برضو الثلاثي وراه بتاع برنتفورد اللي هو هنري ومي وبينوك. هتلاحظ هنا ان برضو هنري هو اعلى واحد من المدافعين نظرا للحته بتاعت الوينجر باك بالذات على الاوي اللي احنا اتكلمنا عليها وبالذات في ماتش ايفرتون. بعد كده عندنا ترينت الكسندر ارنولد، بعد كده تريبير. على مستوى خط النص، وده اللي احنا برضو اتكلمنا عليه في اول الحلقه بالنسبه لمارش، مارش هو اول واحد على مستوى توقعات بالنسبه للعيبه خط النص، وبعد كده ماكاليستر، وبعد كده ميتوما، وبعد كده صلاح، راشفورد، وورد براوز من ساوثهامبتون. بعد كده على مستوى الهجوم عندنا توني، عندنا كين، عندنا مبومو، عندنا ادمز من ساوثهامبتون، عندنا داروين نونيز، واخيرا هالاند. على مستوى الاوفرول بقى اعلى 10 لعيبه متوقع ان هي يجيبوا نقط في الاسبوع ال 27، عندنا توني، وبعد كده كين،
وبعد كده مارش، ماكاليستر، ميتوما، مبومو، صلاح، راشفورد، فيلتمان، وادمز. هنا كده عندنا 3 في الهجوم، 1 في الدفاع، و6 في خط النص، 4 من برايتون، 2 من برينفورد، وواحد من ليفر، واحد من مانشستر يونايتد، واحد من ساوثهامبتون، وواحد من سبيرز. دي كده كانت حلقتنا النهارده، نتمنى تكون عجبتكم كده، حلقة في السريع خفيفة، يعني مش هنطول عليكم بقى في كل حلقة، ونشوفكم على خير، وشكرا ليكم، بالتوفيق.